السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة جميلة جدا. هنعمل مع بعض الطرب وصفة من الوصفات المصرية الجميلة اللي هنقدمها مع بعض النهاردة. اتمنى الفيديو ينول اعجابكم. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف احنا هنعمل الطرب مع بعض ازاي. اول حاجة عندي هنا المنديل بتاع الضاني، طبعا مقطعاها كده مكعبات مربعات كده قد بعضيها على قد ما هعمل الطرب بتاعي. وهنجيب بقى بعد كده نص كيلو من اللحمة المفرومة، انا سبتها تريح في التلاجة نص ساعة. وهضيف عليها بصلتين مبشورين واخدة بس التفل بتاعهم. في الوصفة دي احنا بنحتاج بس التفل البصل. وهضيف بقى بعد كده التوابل بتاعتي، ملح وفلفل ورشة من جوز الطيب وشوية من بهارات اللحمة. طبعا الكفتة اي نوع كفتة احنا بنعمله طرب او اي كفتة مشوية اي حاجة، طبعا احنا مش بنحتاج لتوابل كتير لان كتر التوابل بتضيع معانا طعم الاكل. اللحمة المفرومة من اقل شوية توابل بتدينا طعم جميل جدا. هنتبل طبعا اللحمة بقى كويس جدا بتفل البصل والتوابل بتاعتنا. وهجيب بعد كده قطع المنديل بتاع الضاني وهنبتدي بقى نصبع الكفتة بتاعتنا على حسب يعني الحجم اللي احنا عايزينه. وهنلف بيه الطرب. طبعا انا ضفت شويه من البيكنج باودر، معلش الجزء ده اتقطع مني. طبعا البيكنج باودر بيخلي الكفته معانا هشه من جوه ما بتبقاش مكتومه كده حبايبي بالشكل ده. هنعمل كمان واحد معاكم عشان تشوفوا احنا عملناها ازاي. هنجيب قطعه تاني من المنديل الضاني وهنبتدي نلفه كده بالشكل ده. طبعا ممكن تقفليه من الجناب، بس دي اسهل طريقه ممكن نعملها بيها. هنخلص بقى كل الكميه وهرجع لكم تاني حبايبي نقول لكم احنا هنعمل ايه بقى بعد كده. كده انا خلاص خلصت كل الكمية عندي، لفيت كل الطرب بتاعي. شايفين شكله ما شاء الله جميل جدا. هنيجي بعد كده بقى للخطوة اللي بعد كده. هنجيب الجريل بتاعتي عادي هنحطها على البوتاجاز من فوق. طبعا مش هضيف اي زيوت، لا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة لان الطرب عبارة عندي عن دهون بس فقط. هنبتدي نرص الطرب بتاعنا في الجريل، بس نحطه على اخر حتة قفلناها في المنديل عشان طبعا ما تفكش منك. لو حطيتيها اخر طرف في المنديل حطيتيه فوق والكفته تحت هيفك منك ومش هتمسك ابدا. لازم نحط كده الطرب بتاعنا في اخر حته قفلناها عشان الدهنه تمسك في صبع الكفته وما تفكش منك. هنرص بقى كل الطرب بتاعنا في الجريل زي ما احنا شايفين كده. وطبعا كل ما تبتدي بقى تاخد لون نقلبها بقى على الناحيه التانية عشان تبقى مستويه كويس جدا من جوه. كده خلاص انا رصيت كل الطرب بتاعي في الجريل. هنستنى بقى لما تاخد لون كده بالشكل الجميل ده ونقلبها على الناحية التانية لحد ما كلها تاخد نفس اللون زي ما احنا شايفين كده. ما شاء الله اخدت اللون الذهبي الجميل. وهنبتدي بقى نطلعه. شايفين شكله ما شاء الله لونه ذهبي جميل جدا، استوى تماما من جوه. هجيب بقى بعد كده طاسة نظيفة هضيف فيها جزء بسيط بس من الدهون اللي نزلت من الطرب، وهنشوي فيها شوية من الخضار عشان ياخد معانا نفس طعم الطرب اللي احنا طبعا عملناه مع بعض. وكده حبايبي انا جبت طبق التقديم حطيت فيه شوية بقدونس ورصيت فيه الطرب بتاعنا وهضيف عليه الخضار المشوي اللي احنا شويناه مع بعض. شايفين شكله ما شاء الله جميل جدا. اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم. ما تنسونيش في لايك وشير والاشتراك في القناة علشان يوصلكم مني كل جديد. كان معاكم نورة وليد، اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.